سمعوا هاد الخماجة هذا ديال بوليفا شنو كيقول في الأردنيين. صافي سلام على المغاربة داز الأردنيين. سمعوا شنو كيقولوا فيهم. بارطاجيو باش يوصل الإخوان الأردنيين المغاربة الله يخليكم. مطلوب الآن من البرميل. احنا كنا نهضروا بالقدر، كنا نهضروا بالاحترام. البغل اللي راه حاكم الأردن، العميل البريطاني وليد البريطانية، دوكا كنا مقادرينك خاطر كاين هايش أكثر منك اللي راه عندنا هنا في المروك. الخماج هذا تاع المروك، الملك الخرا هذا تاع المروك، الزبل هذا المنكوح السادس، كنا لاهيين به وكنا نقولوا لك هاشمي وإنسان. دوكا الآن شوف، الآن ما بقاتش هضرة هذه تاع الهاشمي انت وليد البريطانيه الان. دوك نعودوا نقولوا لك وليد البريطانيه، وليد بريطانيا. انت تحبس القواده تاعك للكيان الصهيوني ولا ما تحبسش؟ هذوك مش لاهين احنا بالمنكوح السادس كي عاد منكوح نعودوا لاهين به، وتذاني راك اكثر منه. كيفاش هذه تعترض ايران ترد تطيح على الصواريخ نتاعها واسرائيل تضرب ما تهضرش معاها؟ الشعب الاردني ما تخلوناش نجهلوا عليكم. خلاص دوك ما بقاش مجال الان تعرات الوجوه، او كما يقول واش اسمه محمود درويش، سقط القناع. دوك الاقنعه سقطت. اذا كان الهايشه هذا اللي راح حاكم الاردن، اذا كان البغل هذا اللي راح حاكم الاردن راه معول يكمل يحارب مع اسرائيل، الشعب الاردني نوض خلاص. ما كاينش كما المرار كنتم. الشعب الاردني شعب كريم وشعب ابي وشعب شام وشعب شريف وشعب عريق. من المفروض الدفاعات الجو نتاع الاردن تتوقف. كيفاش انتهاك الاجواء الاردنيه هذا تجي الطائره كي ايران ترد تطيح على الصواريخ نتاعها، وكي مطلوب من ايران انها تضرب القواعد نتاع الاردن. اذا كان كيماك لازم ايران تبدا بالاردن قبل ما تروح لاسرائيل. المطلوب الان من الشعب الاردني انه يدير حد لهذا الملك العميل نتاعهم، لانه خلاص رانا رايحين نطردقوا سي محمد. خلاص والله راح نطردقونا من جنابنا هذو الحكام هذو اللي ما حشموش. الحرب اللي تخوضها إيران كان من الأولى أن العرب هم اللي يخوضوها مش الفرس. هذه حربنا احنا العرب مش حرب الفرس. والله ما راهي الفرس. بهدلتونا هذا الحكام العرب هذو، وراكم رايحين بالقواده نتاعكم الزايده هذاك يسموه السيسي. يا السيسي اقسم لك برب الكعبه والله غير لو كان يكملوا مع ايران غير يدوروا لمصر ويبداوا بك يا السيسي، والله غير يشنقوك. ما بقاش مجال الان، لازم الند للند. ما بقاش، هي الجزائر قالتها لكم الند للند. ما تسكتلوش، لانك اذا سكت له يطغى يزيد يجي يعفس عليك. ماهوش ترامب ما راهوش راح يرحمك يا السيسي، ماهوش راح يرحمك. اليوم السيسي بعث البلطجيه نتاعو ضربوا قافله التضامن. نزيد نعاود، شفتوا واش صرا في ميدان التحريره في وقت حسني مبارك من بعثوا لهم جماعه تاع الجمال البلطجيه ضربوا المتظاهرين المصريين. اليوم السيسي بعث بلطجيه، وهو وحفتر بعثوا بلطجيه ضربوا جماعه تاع قافله الصمود. جماعه قافله الصمود تعرضوا للضرب، للاعتداء بالضرب من بلطجيه. الى متى يا السيسي؟ خلاص يا السيسي، ما توقفش ضد إرادة شعبية وتوقف مع الكيان الصهيوني، لأنك إذا بقيت واقف معاه أنت أول من سيدفع الثمن. مش الشعب اللي راح يدفع لك الثمن، الشعب المصري ولا ولكن سوف ترامب ونتنياهو راهم دايرينك في القائمة مباشرة بعد إيران. والله غير راهم دايرينك يا السيسي، غيرك أنت الآن في القائمة بعد إيران. مصر بعد إيران. مطلوب الآن أنه تكون كاين مواقف، لازم تكون مواقف مقرونة بأفعال. راهم رايحين يديروا خارطة من النيل إلى الفرات، راهم رايحين يديروها، رايحين ينفذوها. ترامب وعد بأنه سوف ينفذها، وقلتها لكم شحال من مرة وراكم تشوفوا بعينيكم. طيحوا سوريا، كسروها، والآن سوريا بلد عميل. هذا الجولاني ولا شو اسمه إنسان عميل، إنسان قذر، لازم يدفع الثمن، لازم يدفع ثمن العمالة نتاعو. لازم تكونوا فاهمين أنه المنطقة ملغمة بالعملاء. نعاودوا نرجعوا نحكوا شوية على العملاء وبعد نكملوا. راكم عارفين الشيء اللي صار البارح في إيران؟ أقسم بالله أنا نشوف وش صاير في إيران. وش تفهم؟ إيران من الناحية العسكرية قوية جدا، أقوى من إسرائيل، وأنا ما نعرف شو راني نقول.
ولكن مع ذلك تلقت ضربات موجعة ودقيقة. ترى ما هو السبب وما هو السر أنها تلقات هذه الضربة المباغتة وضربت في نقاط محددة، غرف نوم، يعني يضرب لك شومبرا كوشين تاع رئيس المخابرات، شومبرا كوشين تاع رئيس الحرس الثوري، ضربوهم في اماكن يعني من المفروض ما توصلهاش الصواريخ وما توصلش المعلومات تاعها لاجهزه المخابرات. هل تعلمون كيف حدث ذلك؟ جهاز المخابرات ضعيف. لما يكون جهاز المخابرات ضعيف ومخترق. الأردنيين تأكدتوا مع من راحنا عايشين دابا، عرفتوا شكون اللي حدانا في الجوار، الله يجازيكم بخير.